بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما وعدتكم في الحلقة السابقة أن غادي نتناولوا واحد المجموعة ديال المسائل في هذه الحلقة هذه اللي غتهم الهبة الوطنية، ونقراو ما بين السطور باش نوقفوا على الاختلالات والأخطاء اللي ارتكبات، باش نحاولوا ونشيدوا كذلك بالمواقف البطولية ديال بعض المؤسسات والأشخاص على أساس باش نستافدوا منها مستقبلا. وخير ما أفتتح به هذه الحلقة هذه وهو أن أعلن للمغاربة جميعا وخصوصا أبشر ضحايا الزلزال منطقة الحوت بأن كعادته فصاحب الجلالة نصره الله تبرع بمليار درهم، مليار درهم لفائدة الضحايا ديال المنكوبين ديال الزلزال ديال الحوز. حفظكم الله يا صاحب الجلالة، وتقبل الله منكم وجعلها في ميزان حسناتكم يوم القيامة. دابا غادي ننتقلوا للهبة اللي قلنا ديال المجتمع المدني، كلنا عشناها وعايشناها لحظة لحظة بتفاصيلها، بمسائل المدققة ديالها، بكل ما يتعلق بها، واستنتجنا مجموعة الشعب المغربي من خلال التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي كلها، كل كيعلق كلها وكيلاحظ. غادي نحاولوا نختزوا واحد المسألة ديال الهبة هذه. كتعرفوا بأن الهبة هذه ماشي غير المجتمع المدني بوحدو في المغرب، من الشمال والجنوب، من الشرق ومن الغرب مشكورين على ذلك، وهذا معروف على المغاربة، معروف عليهم التآزر والتضامن ديالهم والغيرة ديالهم على بلادهم. بل كذلك ديال المهاجرين المغاربة كذلك في الخارج، اللي يبينوا على واحد الروح ديال التضامن وديال المؤازرة والتآخي فهمتي تجاه خوتهم في منطقة الحوز، ضحايا الزلزال. كذلك من المهاجرين المغاربة على برا هما الرياضيين، وبعض الجامعات كذلك الرياضية بحال الجامعات ديال الكاراتي، وبعض الرياضيين آخرين بحال الفريق الوطني، أعضاء الأفراد الفريق الوطني المغربي، زيد عليها الأبطال ديال الملاكمة بحال باطل هاري، بحال مجموعة ديال النجوم، لكلهم ساهموا بقليل أو بكثير أن تضامنا مع الفاجعة اللي ضربت بلادنا، والحمد لله على كل حال. كذلك لاحظنا التهافت ديال المواطنين، سواء في قضية مراكز الدم بكل أريحية بدون ضغط ولا توجيه، فقط لبوا نداء صاحب الجلالة ومؤازرة وتضامنا مع خوتهم، غاديين كلها قاعد شاد النوبة على أساس باش يعطي جزء من الدم ديالو لخوتو المغاربة، كما فعل صاحب الجلالة، هو أول واحد من فعلها. كذلك كنشوفوا التهافت ديال المغاربة على الحسابات البنكية، أنهم كل واحد كيبداو يدفعوا حسابات بنكية، كيتبرعوا بمبالغ مالية لفائدة الصندوق المخصص اللي خصاتو بنك المغرب بتوجيهات من صاحب الجلالة على أساس دعم ومساعدة ضحايا الزلزال ديال الحوز. وكاين مسائل أخرى، بعد الطرائف وقعات سبحان الله العظيم اللي كتبين وتسيل الدمع، انت كتبكي كتأثر بزاف. وانا شفت واحد المنظر ديال واحد المرأة فقيرة مسكينة، فقيرة جدا بالفقر المدقع، ومعها بنتها وكتبكي، كتشوف الناس كيساهموا وكيتبرعوا، ما لقاتش مسكينة، ما كان عندها واحد الخويتم داك الخاتم بحال ديال الخطوبة رقيق، عندها مسكينة في صباعها وبغات تحيدو، جات قالت لهم بغيت نتبرع بهذا الخاتم هذا، وما بغاوش الاخوان المتبرعين يشدوه، لان عارفين مسكينه داكشي اللي كتملك، داك الخاتم اللي كتملك ما شدوهش من عندها، ومشات كتبكي لان بحال مسكينه، بحال الا ما ساهماتش وبقى فيها الحال، وراه كنصبروا على الاخوان على اساس لو جيست اللي دار، الحركه اللي دارت، المبادره اللي دارت كفيله انها تترجم الايمان ديالها والحب ديالها لبلادها والشعب المغربي. كذلك من ضمن المسائل اللي شفت هو قضيه ديال دري صغير جاي كيتبرع ب 100 درهم، كان كيجمع داك لاغجون بوش ديالو، كان كيجمع دوك الدراهم، جوج دراهم، 4 دراهم، جاب واحد 100 درهم وجاي بغى يتبرع بها. هذه بعض النماذج قليله جدا اللي قليل فاش كنلقاوها في هذا الاتجاه هذا، بالنسبه خاصه هذا الصنف ديال الفقراء المدقعين، وبالنسبه للدراري الصغار، ولكن كيبين هذا بان الحمد لله ان بلادنا بخير، أن شعبنا بخير الحمد لله تعالى، لا خوف عليه. نحن إن شاء الله رغم كتكون بعض النماذج اللي هي
بائسة جدا اللي غادي نذكرها كأن من بعد في هذه الحلقة هذه. دابا غادي ننتقلوا نختزوا ما أمكن الإدارات والمؤسسات، الأشخاص والإدارات والمؤسسات اللي تبرعات. أنا من ضمن اللي لفت الانتباه ديالي المؤسسات اللي تبرعات، أولا كانت أول مؤسسة كانت الإدارة العامة ديال الأمن الوطني برئاسة الأستاذ الحموشي، مشكورا على ذلك، اللي تبرعات واحد المبلغ كبير جدا. كذلك إدارة الجمارك حتى هي تبرعات، وبعض الجماعات ماشي جميع الجماعات، بعض الجماعات الترابية في المغرب هما كذلك تضامنوا. وهناك كذلك واحد المسألة مهمة جدا اللي ما فكرتش فيها شركة اتصالات في المغرب. هناك مواطن مغربي مع الأصدقاء ديالو اللي ربط بعض المناطق من كوبا بالانترنت عبر الأقمار الصناعية بحال شبكة ستارلينك، وفي نفس الوقت دات دوك الموتورات ديال الضوء، ربط المنطقة بالكهرباء وربطهم بالانترنت، ونفس على ديك العائلات المساكن اللي كانوا تما، على أساس لقاو على الأقل وسيلة ديال التواصل مع الأحباب ديالهم اللي كانوا بعاد عليهم، اللي كانوا في قرى أخرى مجاورة وما عارفينش كيفاش يتواصلوا معاهم. وهذا شيء عظيم جدا، طب الله يكتبوا في ميزان حسناتهم يوم القيامة. هنا غنهضروا على الغائبين. لائحة ديالهم طويلة جدا، طويلة جدا، وعلى رأسهم شركات المحروقات اللي صمت الدم ديال المغاربة، وكرفصات المغاربة وتسبات المغاربة في المآسي وفي الفقر المدقع. ما سمعناش حسوا نهائيا. انا لحد الساعة لم اسمع نهائيا بالصوت ديالهم، بل بالعكس، حتى الشاحنات اللي كانت كتوجه للشمال غادية بالخضر، غادية بالفواكه، غادية بالمنطاد، غادية بالمواد الغذائية بجميع أصنافها، ما رحموهمش نهائيا. كان على الأقل نورمالمون كان عليهم يديروا المازوت، على الأقل يساهموا بالغازوال بالمازوت مجانا. هاد الشحن ملي كتشوف شاحنة قدها كلها عامرة بالسلعة وغادية للشمال، على الأقل دير المازوت من عندك مجانا، ساهموا بها. راكم ملايير فهمتي اللي صمتهم الدم ديال المغاربة بدون رقيب ولا حسيب. كان عليكم ديروها وما داروهاش. وكذلك هنا أشير السيد رئيس الحكومة الإنسان ثري، كل عارف الثراء ديالو الفاحش، فهمتي رئيس الثروة ديالو لا تعد ولا تحصى. لم نسمع بصوته أصلا لحد الساعة، وحسب ما في علمي لم أسمع عنه شيئا، إلا خبر واحد يوصلني من عنده اللي قريت عليه أنه يقول بأنه يفكر في إلزام الموظفين ديال الإدارات أنهم يساهموا بزاف منهم في هذه القضية ديال الزلزال. لا حاجة باش يقول إلزام الموظفين يكفي أن الإدارة غتفتح لهم مجال بلا أمر حكومة، غتفتح لهم مجال تعطيهم، راه هما غادي يمشيو ملي يسمعوا الصندوق، هما غادي يمشيو. ولكن مزيان حيت دارها، ولكن كنفضلو يبدا هو يكون هو يعطي المبادرة هو ويعطي المثال. ولكن دابا الحمد لله ملي سيدنا الله ينصرو تبرع بملياردير الدرهم، انتم غتشوفوا كلهم كاع دوك اللي تخباو، كاع اللي كانوا مخبيين خايفين على فلوسهم، ما عندهمش ديك الروح الوطنيه، بالزمن هم غادي يخرجوا. دابا ردوا البال فين قلتها لكم، كلهم غتشوفوا لي كونت، غتبقاو تسمعوا فلان هذا عطى 100 مليون، هذا 600 مليون، هذا 400 مليون. ردوا البال راه غتشوفوا، لان صاحب جلاله خدا المبادره وبالزمنهم انهم خصهم يتبعوه من اللور. كاينه مساله اخرى ديال البرلمانيين والوزراء. هاد الناس، هاد مصاصي الدماء ديال المغاربه عباد الله، اللي كياخذوا اجور بدون ما كنشوفش نتائج عندهم في الاعمال ديالهم. انا بصراحه تقال لم اقتنع نهائيا بالاداء ديالهم، ولا ما عمري اقتنعت بالاداء ديالهم، لا ولا برلمانيين. فينا المساهمه ديالهم؟ البلا بلا، حد كيعرف البلا بلا، كيخلقوا المأساة، كيقتلوا الميت وكيمشيو بجنازته. قلت لهم باش البلا بلا ديالكم اللي غادي ينفعنا في المغرب، كان عليكم تخرجوا. انت علاش تبرعوا؟ سمعت بانه غيتبرعوا بجزء. لا سيدي، هذوك الفلوس كتاخذوها بحال كتاخذوها فابور. اش كديروا السلام؟ ما كديروا شيء. الله يجعل البركه في سيدنا. السلام عليكم. الشعب المغربي هو الملك، هو اللي كاين اصلا. اما كاع اللي كاين بيناتو راه مجرد، باش نقول لكم، باش نستعمل كلمات فهمتي غتخليني ندم عليها مستقبلا حيت قلتها. ما كاين شيء، كاين الملك، كاين الشعب. السلام على المرسلين. ما عندكم حتى شي دور نهائيا. الدور ديالكم مجرد دور شكلي دستوري لا اقل ولا اكثر. الازمه كتخلقوها وسيدنا والشعب كيحلوها. هادشي اللي كيوقع في هذه البلاد هذه.
فين هو البرلمان، فين المساهمه ديالكم؟ كان عليكم شهرين على الاقل، اضعف الايمان. راه عباد الله راه ما تموتوش بالجوع، راكم شبعانين، راكم عرقتوها فلوس، عرقتوها قرايم، عرقتوها ميزانيه، عرقتوها وصبروا شهرين عباد الله، تطوعوا بشهرين، كلكم بدون استثناء شهرين. الوزراء كذلك تطوعوا ب5 شهور، راكم عرقتوها تعوض على التنقلات وكذا، وزيدوا على التقاعد اللي غادي تاخذوا، وزيدوا وتبرعوا بواحد 5 شهور. البرلمان يتبع بشهرين من الاجره ديالو، الوزير يتبع ب5 شهور ديال الاجره ديالو، كبار الموظفين ديال الدوله كذلك يتبرعوا بشهرين، وكبار الاطر في القطاع الخاص حتى هما اللي كتفوت المنضه ديالهم مثلا 100,000 درهم، 120,000 درهم، 10 و12 و15 مليون، حتى هما يتطوعوا بواحد الشهر، راه يموتوا ما تموتوش بالجوع. وخلقوا فيكم شويه الوطنيه، راه الوطنيه بقات غير في الفقراء، راه بقات غير عند الفقراء باش تكونوا على علم، بقات ما عندكمش نتوما نهائيا، عندكم قلب من حجر، قلوبكم فيها حسابات بنكيه، ما فيهاش دم كيتحرك من جهه الشعب. هناك كذلك نقابه المحامين، نقابه المحامين كنعرفوا المحامين في المغرب ماشي فقراء، ماشي متوسطين، ناس لا باس عليهم. ما عمر ما سمعت لحد الساعه والله اعلم ما سمعتش بشي نقابه ديال المحامين تقدمات وتبرعات بمبالغ معينه لهذا الصندوق هذا. بينما كنا كنشوفوا الخرجات ديالهم في مشاكل اخرى كتكون خرجات كبيره جدا، مع كل احترامي لهم. وكنظن بان هناك واحد المجموعه، انا لا اعمم، كان واحد المجموعه ربما افراد اللي هما ساهموا فيهم ديك الغيره الوطنيه وساهموا بها. كاين قد كذلك ارباب الشركات والمصانع الغذائيه بمختلف اصنافها، صحاب الشركات، صحاب المصانع الغذائيه اللي قاعدين كيبداو يستافدوا من المال العام عباد الله من صندوق المقاصه، ما قدوش يساهموا لحد الساعه ما سمعناهمش. انا هما اللي سايرين كيبداو يزيدوا كل نهار، كل 15 يوم 30 سنتيم 40 سنتيم كل مواد غذائيه، وكيراكموا الارباح والملايير، فهمتي، وقاعدين كيتفرجوا علينا كان هذه البلاد ماشي ديالهم، كانهم طايحين جايين غير باش يمصوا الدم ويدوا فلوسنا ويخرجوا بحالهم. كاين كذلك المساحات الكبرى، دوك المساحات الكبرى غريب جدا. كاين شي مساحات كبرى بلا نذكر الاسماء ديالها والله العظيم تثير الضحك. كيقولوا الناس كيحطوا دوك الاعلانات وهذا مساهمه في الزلزال، كيدخل المواطن خصو يدخل يشري عندهم السلعه ويحطها له تما حدا الباب، قال لهم هما راه غيتكفلوا انهم يدوها يوصلوها للشمال. علاش ما يتكفلوش هما؟ علاش ما يديروا واحد القافله ديال الشاحنات ودايرين اللوغو ديالهم باش يعرفوا الناس شكون هاد الناس هادو، على الاقل باش نعرفوكم بانكم معنا كوطنيين كمواطنين. كنعرفكم ما ديروا شيء، درتوا ديك المساعده المنافقه، النفاق في المساعده، كدير على المواطن، كتحطوا لها كيما شي محلات شي الصيدليات انه كيديروا مثلا كرتونه كيديروا فيها مساهمه ديال ضحايا الزلزال. المواطن خصو يشري ويحط في ديك الكرتونه. المساحات الكبرى كذلك خصو يشري ويحط قدام، ويحط تما في داك السوبر مارشي، يحط تما هو يتكلف من السوبر مارشي يوصلها. واش هذا ماشي نفاق؟ هذا هو كيكون التعامل، هذا هو التضامن، هذا هو التآزر الى وقع الفواجع يقعوا الفواجع في بلادنا وحنا اللي كنغنيوكم. لكن حنا الصراحه حنا خصنا العصا، حيت حنا اللي وصلناكم، ما عمرنا واجهناكم، ما عمرنا حاسبناكم، ما عمرنا وقفنا في اوجه ديالكم، ولكن ان شاء الله حسابات اخرى غادي تجي في القدام. كذلك هناك التجار، انا لا اعمم ولكن هناك واحد الفئه لا باس بها، لعوض ما يساهموا انهم كل تاجر يساهم على الاقل يا عباد الله كما قلت على الستاسيونات، على الاقل التجار هادو ما يبيعوش بالثمن الحقيقي ديال السلعه. ما بغيتيش دير صدقه وعلى الاقل بيع براس المال. واش عباد الله منطقه اللي كدير 80 90 درهم طلعت ل 130 140 درهم، المنطقه اللي كدير 250 300 درهم طلعت 400 500 درهم. استغلوا الفرصه، عارفين ان هناك اقبال ديال المواطنين، مساكن المواطنين فيهم ديك اللهفه، انا بغا مساكن غير يعتقوا خوتهم، بغاو يدوا داك الاجر والدموع كطيح عليهم ويستقبلوا التاجر بالضحكه، يتفضلوا مرحبا، وقاعد كيبدا يفكتوا لهم ضرب 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 ضرب. بالله عليك انت دابا يديتي هاد المنطقه ديال 130 90 درهم ولا 60 درهم ولا 80 درهم بعتيها لهم 130 140 درهم، ومضربه بونجا ديال 400 5 كتبيعها ب 700 600 درهم 800 درهم. اش ديتي لولادك؟ ديتي حرام، ديتي العافيه لولادك، وغادي تقيسك ربي البال، غادي تشوفوا النهايه ديالك كيفاش غادي تكون. كذلك صحاب المخابز والحلويات، كاين بعض المخابز علّوا في الخبز، هنا في أكادير كاين مخبزه اللي زادت في الثمن ديال الخبز، وكاين واحده اخرى كما قريت، كاين واحده عاوتاني وحده في إنزكان كذلك، وهذه في إنزكان فيها ناس زعما يحسبون انهم متدينون زادوا في الخبز. واش عيبط الازمه هذه كيزيدوا فيها الناس في الخبز؟ ماشي حشومه. وكاين مخابز اخرى اللي الحجم ديال الخبزات السميده
حيت هذيك فيها محرة. الخبز ديال الفرص قللوا من العدد ديالو، الكوطا نقصوا منها، ولكن السميدو الاخرين كيديروا خبزه فيها 4 الدغمات، 4 الدغمات باش يحاول لان عارف غيكون اقبال وغادي يكون انتاج كثير جدا، خصهم يربحوا. هذه كيقولوا الهمزه، هذه هي الهمزه ديالنا، نضربوا يدينا ونربحوا. واش هكا كتكون المواطنه؟ وهاد المخابز الحلويات هما اللي كرهوا السكر عباد الله. اش داو من السكر يا عباد الله؟ استافدوا من الدقيق، استافدوا من السكر، من صندوق المقاصه اللي هو المخصص للمساكين والضعفاء ديال المواطنين، وسايرين عوض ما يردوا لنا فلوسنا اللي كلاو وحلوه كيديروها بالسكر اللي كيستافدوا بصندوق المقاصه، ويبيعها للمواطن ب 30 درهم. باش المواطن قاد على الحلوه 30 درهم، قاد على الخبزه السميده. دابا حتى السميده اللي كيبيعوا دابا ب2 دراهم و2 دراهم و50، كاين بعض الباطيسري في اكادير كتبيع ب2 دراهم و50 خبزه السميده، طلعت بوحدها هي. الله اعلم شنو المبرر ديالها شنو هو، ما عرفتش كيفاش غيكون المبرر مقابل هذا الفقر اللي حنا كنعانيو فيه، هذه الفاجعه اللي كنعانيو في بلادنا، وهذا التدهور ديال القدره الشرائيه. كنعطيكم بعض الامثله باش تاخذوا منها. هناك كذلك المشروبات الغذائيه، المشروبات الغذائيه والغازيه. هاد الناس حتى هما اللي كيستافدوا من السكر عباد الله. السكر كيطحنوه بالاطنان، مئات الاطنان. ما كلاش الشعب المغربي في صندوق المقاصه داكشي اللي كان مخصص للسكر، راه هما اللي كلاو صحاب المخابز والحلويات وهاد صحاب المشروبات الغازيه. فين هما؟ ما سمعناش بهم. فين هما باش ساهموا؟ راه هادوك يستافدوا بالملايير، فين هما؟ ما كاينينش. هناك كذلك الشركات العقاريه في المغرب. كتعرفوا الشركات العقاريه في المغرب راه حققت ارباح بمئات الملايير، ارباح طائله. لحد الساعه لم نسمع بمساهمات اللي خصو يعنيو عليها باش يعرفوا المواطنين. ما تقولش لي ساهمت، لا خويا ساهمتي، قول بشحال ساهمتي باش نعرفوا واش ديك المساهمه ديالك واش مساهمه ديال المساهمين ديال المحسنين ولا مساهمه ديال المنافقين المتقشفين. تقول لي ساهمتي ب 10 مليون ولا ب 10000 درهم ولا ب 20000 درهم ولا 40 ولا 100000 درهم ولا 200000 درهم، المساهمه خص تكون فايده على الاقل تفوت مليون ديال الدرهم، 2 مليون ديال الدرهم ولا 3 مليون ديال الدرهم. هناك كذلك شركات بيع مواد البناء. هاد شركات بيع مواد اللي كتبيع الحديد والسيما، فين هما عباد الله؟ دابا خص يبان الدور ديالهم، خصهم يخرجوا داك الحديد اللي كانوا كيربحوا عليه مئات الملايين، يخرجوا السيما والمسائل يساهموا بها. لم يساهموا بشيء، لم نراهم، انا حد الساعه لم اسمع عنهم، والله اعلم. هناك كذلك تجار محروقات ذكرناهم. وهناك شركات الاتصال عباد الله العظمى والكبرى في المغرب. مشى عباد الله مواطن اللي مشى ودربت بالانترنت عن طريق شبكه ديال ستارلينك باش يوصل الناس الانترنت لدوك الجبال اللي هي مكلومه، باش العائلات يمكن لها تواصل مع ولادهم مع عائلتهم غير يطمئنوهم ويطمئنوا عليهم. كذلك ما داروهاش شركه الاتصال بالحشومه، اش مشيو يحطوا تما دي بوست اللي يوفروا الانترنت لعباد الله. هذا. وهناك كذلك بعد هنا ندوزو انا غير خاص لكم جيت ندير الجرد ديال المسائل اللي وقعت، راه بقى انا الصباح ما نساليش. انا نطرق لكم بعض الحشرات البشريه، بعد وحوش الذئاب البشريه اللي ما عندهم حس لا حس الوطنيه لا حس الايمان لا حس الانسانيه، سقطت منهم الانسانيه. وهو هذوك بعض التجار ولا عام من بعض التجار وبعض الاشخاص اللي كيحولوا لي كاميونات. تصوروا كيجيب الكاميون ديالو ولا رومورك وكيجيبو كيكريه كيشدو كيجمع به المساعدات على اساس انه راه يديها للشمال، غيديها للحوز. كيعمر من بعد كيخرج من المدينه، كيغير الاتجاه، كيمشي لمنطقه معينه، كيقصد واحد التاجر ديال الكرو، كيحط ليه السلعه كيبيع ليه بنص الثمن، وكيمشي ثاني كيعاود يشارجي عاود ثاني. واش بالله هادو الناس واش هادو يحققوا من الاعدام؟ حكم الاعدام خصو يدار فيهم، لان قاعد كياكلوا اللحم ديال المواطنين ومحيين. واش كيديروا؟ والحمد لله ان الفرق الوطنيه والدرك الملكي والامن الوطني كانوا له بالمرصاد، راسين كيعتقلوا فيهم واحد. وزيد على كذلك قضيه البوز، كاين كل اللي مشى، الصحافه اللي مشات، الصحافه بكثره. واش سمعنا بهذه الصحافه هذه انها دخلت ملايين في الصحافه الالكترونيه في اليوتيوب، راه كيدخلوا مئات الملايين يدخلوا. بالعكس يستغلوا الفاجعه باش يحققوا اكبر نسبه ديال المشاهده. انت حققتي اكبر نسبه ديال المشاهده، ولكن واش خصصتي واحد القسط معين من المداخل ديالك انك تقول هذا القسط تعلن عليها ان القناه ديالي تعلن ان سوف تقدم مثلا 50% من المداخل
ديال الفاجعه اللي صورناها وغطيناها، انه غادي نخصصهم من الصندوق 126 ولا غنلوحهم في الحساب البنكي. لا لم نسمع ذلك نهائيا. تتراكم الارباح وهما ساكتين وغادي استغفر الله العظيم. وكانت بعض الاخطاء في التبرعات هادو. نقيت في مجموعه ديال المقالات ان فعلا خاص تنظم هاد التبرعات، والحمد لله ان تدخلت السلطات المحليه، السلطات العليا بريتو، هي تدخلت وعطاو التعليمات على اساس توضع مثلا في مراكز مؤسسات الدوله متنوعه تجمع فيها ديك التبرعات، ومن ثم يمكن توزع بنظام وانتظام باش ما تكونش ديك العشوائيه، حيت الناس مساكن غاديين وكيمشيو من المنطقه غادي تلقى لهم انا ما عندناش، راه ما عندنا والو، واحد قال لي ما عندنا والو، مشاو قلبوا الدار ديالو لقاو مستوكي سلعه كثيره، حوايج وزيت وسكر فهمتي، وكاع غير كيجمع اللي داز كيتجمع له دابا. ولكن السلطات غتكلف مزيان باش تكون تنظم. كان عليه تنظم هذا الشيء من البدايه، كان عليه باش تنظم ان التبرعات كلها تمشي لاماكن معينه تصرف عليها الدوله المغربيه، وتشد وتمشي وتبقى توزع المواطنين حسب الحاجه ديال كلهم، ديال كل مواطن، ولا الحاجه ديال كل دوار. هنا غادي نحاول ما امكن نلخص هذه المأساة هذه، وغادي نهضر على المشاكل الرئيسيه اللي كاينه. كان المشكل الرئيسي عندنا اللي اكبر عدو القناع بعد الفاجعه ماشي هو الغذاء، ماشي هو الزيوت، ماشي هو الماء، لا، اكبر عدو القناع هو الطرقات. الطريق ما كايناش. وصاحب الجلاله عيام يقول بان اعتنوا بالعالم القروي. اشنو اعتني بالعالم القروي؟ ماشي برديله ولا، واعتني به، دير وصل لي الحضاره، دير ليه الطرقان، بني ليه، حفر ليه بيار، صنع ليه مشاريع تما في العالم القروي باش ميبقاوش الناس ديال الباديه يبداو يجوا للمدينه، باش نخلقوا واحد التنميه قرويه كبيره جدا. ديروا المصانع، ديروا المعامل، ديروا الفلاحات المطوروها، ماشي تجيو تهبطوا دائما المدينه. هاد الطرقان لاحظنا بان هاد الطرقان ساهموا واحد المساهمه كبيره في ارتفاع عدد الموتى، لان الفرق المغرب كله تجند ملكا وشعبا وسلطات كلها، والجيش ديالنا الملكي كذلك. احييه في هذه الحلقه هذه، من خلال هذا المنبر هذا ديال المستهلك، الضوء اللي قام به الجيش المغربي، وهذا بفضل التعليمات الساميه ديال صاحب الجلاله، الضوء اللي قامت به القوات المساعده اللي قام به التراكم، كلها تعليمات جات من ساميه من صاحب الجلاله. الدور اللي قاموا به لا يتصور. دو منها انه حتى الافران ديال الخبز داوهم تما لعين مكان، افران ديال الجيش داوهم، وكيخرجوا ما عرفت 15000 خبزه في النهار اللي كتنتجها الافران هادو باش ما يكونش الخصاص. لكن كيبقى دائما المشكل هو الطريق. ها انت كيجيو كتجي البومبيه، لي زومبيلونسي، الطباء، القوافل الطبيه، القوافل، ولكن ما كيلقاوش مين غيدوزو، ما لقاوش. حتى ولاو كيديروا الانزال الجوي اللي كان شويه خطير، وكان ما كتسمحش به ديك الظروف، ورغم يدار. لو اننا خدمنا المجال القروي بالطرقان، وقاد ماشي خلينا من الطرقان اللي فيهم مترو ديال العرض، مترو ونص ديال العرض، والجبال حافات الجبل يقدر غير زلقات به الطوموبيل مشى، لا، كان راك الطرقان يتصاوبوا ويتقادوا، يتحفروا به الجبال، ودا القطرون، ودا الحديد في الجنب ديال الطرقان باش تكون فيه باي فيان، تكون غير الناس غادي وجهتين، باش الطوموبيلات مابقاش الطوموبيل ترجع اللور دزه مع الزبل مع الجبل عفوا حتى دوز الاخرى، لا، تكون طرقان حضاريه فيها مقاده مصوبه، الفيراجات اللي خايبين يحاولوا يتجاوزوا. راه خصنا واحد الميزانيه كبيره هذه لا يصلح لها الطرقان هادو. فهمتي، راه كونوا على يقين ان نقصنا من المشاكل ديال العالم القروي باكثر من 50%. هذا بالفرض هما غيتبنوا دابا، كي غيديروا يدوزوا دوك الكاميوات ديال السيما وديال الحديث، راه روموركات خصهم يدوزوا. فهمتي، راه غريب في الامر ان بعض المناطق ما فيهاش، ما يمكنش يدخل لها تراكس نهائيا، لان منين غيدوز تراكتور، منين غيدوز ما كاينش نهائيا. الطرقان هو العدو الاول ديالنا اللي خصنا نعتنوا به بالنسبه للعالم القروي، وتشجيع العالم القروي كذلك بالصناعات، بالمعامل، بالفلاحه الى اخره. نتمنى وكذلك الحمد لله بغيت نطرق القضيه ديال فرض قوانين البناء، ولكن الحمد لله سيدنا الله ينصرو عطى التعليمات ديالو فيها ان غادي يكون البناء ديال المساكن بدفتر التحملات بالشروط التقنيه والمعماريه والهندسيه ديال المنطقه، وبالطرق الحديثه جدا، باش ما تكررش هذه الفاجعه مستقبلا بحول الله وقوته. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.